السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم عندي في قناتي طبخ وحلويات ليا. اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوا لي سوفلي بعجينه خفيفه قطنيه. ما شاء الله يعني يجيو فارغين من الداخل، والاهم انه راها بدون بيض، خصوصا هكا اللي عندهم حساسيه ولا ما يحبوش البيض هكا في المملحات ولا يعني هاد الوصفه راها لكم. اللي راها مهتمه ما عليها اتبع لا فيديو للاخير هكا باش تعرف على طريقه التحضير وكذلك المقادير. وقبل ما نبداو في الفيديو تاعنا نتاع اليوم نحب نذكركم دائما البنات اللي ما راش مشترك يشترك ويفعل الجرس هكا باش يوصلكم جديد الفيديوهات. وكذلك البنات اللي عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما عليكم تبارطاجيوها باش تعم الفائده. شوفوا البنات الله يبارك كيفاش يجي من الداخل، يجي خفيف بزاف ويجي هكا فارغ، وصدقوني يعني تاكلوا حبه يعني والله يعني خفيفه يعني بالخبر رايحين تكملوها واكيد رايحين تزيدوا يعني والله غير بنينه بزاف. درتها بحشوه نتاع بولي اشي مع زيتون هكا كما شفتوا مع فرماج مع صوص هكا. دوك ان شاء الله تعرفوا على الطريقه، ما عليكم اتبعوا لا فيديو للاخير. كما قلت لكم البنات يعني الحشو يبقى اختياري على حسب الرغبه. وهنا البنات رافقته هكا مع حريره وكذلك مع عصير نتاع البومبلوموس. راني دايرته معكم البنات في القناه، بصح دوك نزيد نخليه لكم في صندوق الوصف، نخلي لكم الرابط نتاع الوصفه نتاع عصير البومبلوموس في صندوق الوصف. صدقوني البنات ولا غير يجي بنين بزاف وصحي، كما تعرفوا البامبلوموس فيه فوائد بزاف خصوصا هكا في الفصل تاع الشتاء، ولا غير يجي روعه. ما عليكم تجربوه البنات ما تردوش. شوفوا البنات كيفاش جا قطني وكما شفتوه البنات لداخل راه فارغ، ما يعني قد ما نشكر لكم فيه قليل، واهم كما قلت لكم راه بدون بيض. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوه وتنجحوا فيه. راه الطريقه سهله، ما عليكم تتبعوا الخطوات فقط، يعني حتى المبتدئات يقدروا انهم يديروا. ما نطولش عليكم البنات، نمروا الان للطريقه، وفي نفس الوقت رايحه نقول لكم المقادير. البنات هنا في اناء رايحه ندير 2 كيسان تاع حليب بيكون دافي. البنات ما يكونش سخون لانه رايح الخميره ما تطلع لكمش مليح، يعني يكون دافي فقط. وضيفوا له هنايا مغرف كبيره نتاع سكر مع مغرف كبيره نتاع خميره نتاع الخبز، ونخلط هكا بالفوي ونغطيه نخليه يرتاح 10 دقائق هكاك تقريبا حتى تتفاعل هذيك الخميره. البنات انا هنا بعد ما تفاعلت كنت ديجا خلطتها بالفوي، وزدت هنا كما شفتوا كاس نتاع الشاي، كاس صغير نتاع الزيت، وضفت كذلك مغرف صغيره نتاع الملح، وخلطت هكا كامل المكونات مع بعض كما شفتوا، يعني ما راش فيها مقادير بزاف ولا. وهنا البنات رايحه نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه، تكون عفوا تلتصق. البنات هنايا في المملحات ولا كيما هكا نتاع العجائن لاباط لازم نخليوها هكا خفيفه تلتصق في اليد باش يجينا لي سوفلي تاعنا ولا اي هكا يعني مملحه هكا يعني بالعجائن، يعني باش تجيكم خفيفه لداخل. وكما شفتوا يعني جا فارغ، وصدقوني كما قلت لكم والله غير تاكلوا حبه يعني ما تفيقوش بها كامل من كثره الخفه نتاعو. كما قلت لكم البنات هنايا راني نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على القوام. دوك نوريه لكم يعني تكون تلتصق في اليد بهذا الشكل البنات، يعني كما شفتوا راها تلتصق. وهنا البنات رايحه نديرها فوق يعني بلان دو طرافاي كيما هكا بيان سور يكون نقي. ورايحه ندلك العجينه تاعي شويه البنات هنا تكون تلتصق في اليد باش تساعدكم خطره غطسوا هكا يديكم في الفرينه ولا رشوا شويه فرينه برك على جهد ما تقدروا انكم تدلكوها، يعني ما تكتروش الفرينه باش يعني ما تولي لكمش هكا متماسكه، وبالتالي يعني ما يجيكمش هكاك خفيف، يجيكم شويه معجن. المهم البنات هنايا بعد ما دلكتها شويه واحد 5 دقائق ولا درتها تخمر. هنا بعد بيان سور البنات عفوا نغطيوها مليح وخليوها تخمر مليح حتى تطلع معاكم. كما شفتوا البنات بعد ما خمرت يعني كما شفتوا في لا فيديو دارت فقاعات، يعني لاباط تاعنا راهي خفيفه. وهنا البنات قطعتها هكا كريات كما تحبوا، تبغوا ديروهم كبار تبغوا ديروهم متوسطين صغار، هنا الحجم يعني انتم تحكموا فيه. فوالا البنات انا درت كويرات كبار شويه وكبير او كويرات يعني صغار ولا يعني وشويه متوسطين، يعني ما درتش نفس الحجم.
وهنا البنات كنت ديجا الكفته خدمتها في الدار، انا ما نشريهاش. المهم رحيتها مع التوابل وهذا، وضفت لها كذلك المعدنوس الثوم، ومن بعد قليتها هكا شويه مع شويه بصل قطعتهم مربعات صغار، وضفت هذيك الكفته وضفت الزيتون وضفت شويه تاع التوابل. نتوما ذوقوا البنات الا شفتوها راه مليحه في التوابل لي زيبيس، يعني حبسوا ما ديروش، يعني انا ديجا كنت طحنتها مع لي زيبيس وزدت شويه يعني كقليتها. المهم البنات هنايا وكنت موجده كذلك لاصوص طوماط، تطربيو هكا طماطم وتضيفوا لها شويه فص تاع ثوم وشويه تاع الملح وشويه تاع زنجبيل وشويه تاع كمون، يعني التوابل تبقى اختياريه. وضفت كذلك الزعتره مطحونه وتبغيو تضيفوا الرند ضيفوا الرند. وبعد ما طابت البنات وتبخرت هذاك الماء ضفت لها شويه تاع زيت زيتون، يعني بعد ما طفيت عليها ضفت لها زيت زيتون. ديروا هذه الخطوه البنات في لاصوص تجيكم بنينه بزاف. المهم البنات كما شفتوا في لا فيديو راني سرحت هنايا العجينه وبشكل طولي هكا كما راكم تشوفوا، رققتها شويه ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه، ودرت شويه تاع هذيك لاصوص وضفت كذلك هذيك البولي اشي كما راكم تشوفوا، وضفت كذلك شويه نتاع الجبن فوالا بهذه الطريقه. وهنا الفيديو رايح يوضح اكثر. شوفوا البنات ضغطوا هكا يعني باش ما تخرجش لكم، باش ما تخرجش يعني الحشو. وهنا لفوا بهذا الشكل كما راه موضح في الفيديو، يعني الفيديو رايح يوضح اكثر، يعني راها باينه راها سهله بزاف، يعني لي شوصو ما كاش يعني اللي ما يعرفهمش، يعني راها سهله البنات. يعني لفوا بهذه الطريقه هكا وضغطوا هكا باش تضمنوا الحشو تاعكم ما يخرجش يعني ملي سوفلي. فوالا البنات بهذا الشكل، ونكونوا مسخنين هكا الفور على 180 درجه. وهنا البنات راني دهنت هنايا هاد لي سوفلي بحبه تاع بيض كما راكم تشوفوا. البنات هنايا من الفوق تقدروا ديروا شويه نتاع السانوج ولا تزينوا هكا بدوائر بالزيتون ولا يعني كما تحبوا، انا بغيته يكون سامبل. وندخلوها البنات للفرن، يعني كي طاب لكم من التحت تاخذ اللون الذهبي شعلوا لها من الفوق، لكن البنات من الفوق عسوها بالخفريحه تحمر معاكم. وهنا البنات هذا هو الشكل تاعهم بعد ما طابوا. هنا البنات هذه خطوه اختياريه لكنها يعني مليحه تعطي لمعه شابه. جبت شويه تاع زيت الزيتون وراني ندهن الوجه بهذا الشكل. وهذا هو لي سوفلي تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله البنات تكون نالت اعجابكم، صدقوني بنان بزاف والله، غير يعني بنان الدرجه والله ما تصور، يعني حبه والله ما تقدروا يعني تحبسوا عند حبه برك، يعني من كثره الخفه وراه بنين. شوفوا البنات كيفاش هكا راه خفيف وراه فارغ من الداخل. شوفوا رايحه نزيد نقسم معاكم باش تزيدوا تاكدوا. شوفوا البنات جا ما شاء الله البنات جا خفيف ولا غير خفيف ريشه. ان شاء الله تجربوها وكما شفتوا راها بلا بيض والنتيجه راهي امامكم، يعني انجح سوفلي نتمنى انكم تجربوه. شوفوا البنات يعني جا فارغ من الداخل. وهنا الحشو البنات يبقى اختياري كما قلت لكم. درت هنايا البولي اشي انا في الدار نديرو، يعني ما نشريش الكفته، يعني تقبضوا هكا صدر ولا نص صدر على حساب الكميه اللي راكم باغيين ديروها. وتضيفوا التوابل، انا كما هنا ضفت فلفل احمر حلو تقدروا ديروا حتى الحار، ضفت شويه كمون شويه زنجبيل كثرت شويه على حساب الكميه يعني ماشي بزاف. وكذلك توابل خاصه بالدجاج، يعني التوابل تبقى اختياريه كما تحبوا، وشويه تاع ثوم شويه معدنوس، وطحنت كل شيء مع بعض. ومن بعد قليته مع شويه بصله وضفت هذاك الزيتون. المهم البنات الحشو يبقى اختياري. الى اللقاء البنات، وصلنا الى نهايه الفيديو. في الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.